7 اسباب لفشل حملاتك الاعلانيه. قبل ما اقول لك السبع اسباب، لو بتتفرج علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، لو بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. يلا بينا نبدا الفيديو. اول سبب هو استهدافك للجمهور الخاطئ، وهنا تقريبا دايما المعلنين او دايما اي حد بيعمل اعلان على الفيسبوك او اي منصه تانية بيقع في الخطا ده، وهو اني لازم اكون محدد الفئه اللي انا بستهدفها واعرف اوصل لها كويس جدا، وده بيجي عن طريق فهم كويس جدا للماركتنج. لو انا فاهم ماركتنج كويس جدا بعمل حاجه اسمها الباير بيرسونا، ببدا احدد الفئه اللي انا بستهدفها، ببدا احدد احتياجاتها والمشاكل اللي هم بيمروا بيها والنيد او الاحتياج او الريزلت، النتيجه اللي هم عايزين يوصلوا لها، وازاي اتكلم، ايه الاسلوب اللي اتكلم معاهم في الاعلان، ايه الديزاين او شكل الديزاين بيبقى عامل ازاي اللي بيلفت انتباههم. كل ده فهمي للفئه دي او فهمي كويس جدا للفئه اللي انا بستهدفها هو تقريبا يعني جزء كبير جدا قايم عليه نجاح الاعلان. على عكس صحيح، لو انا استهدفت الفئه الخطا، انا استهدفت اي حد، ما اخترتش فئه بعينها، فئه محدده، استهدفت اي حد، ده بينتج عنه ان بلاقي ان الاعلان فشل، واجي اقول انا مش عارف الاعلان فشل ليه، ويبقى السبب كبير قوي ان انا استهدفت الفئه الخطا. تاني سبب هو عدم وجود اوفر قوي، يعني انا بكون مش محدد اوفر قوي، عرض مغري يخلي العميل يشتري، وده تقريبا سبب كبير جدا ان الاعلان يفشل، لان الاوفر هو اللي بيخلي العميل يشتري. انت بتعمل اعلان وانا بعمل اعلان وانا بعرض المنتجات او الخدمه بتاعتي وانت بتعرض منتجاتك والخدمه بتاعتك، اللي بيخلي الكفه ترجح ويخلي العميل يختارك انت وما يختارنيش انا هو الاوفر القوي اللي انت عامله. وهنا الاوفر يعني الخدمه او المنتج بتاعتي بالمميزات بتاعتها والمميزات الاضافيه اللي انا بضيفها مع المنتج او الخدمه لما العميل يشتري المنتج بتاعي. وهنا طبعا الاوفرز ليها اشكال كتير جدا، ومن اهم الحاجات او من اهم الاساليب اللي تخليك محترف في الاوفر هو انت فهمك لحاجتين بالظبط. فهمك للعميل بتاعك، فهم العميل هو محتاج ايه، فببدا ان انا الحاجه اللي هو محتاجها دي والحاجه اللي بيدور عليها دي احطها في المنتج بتاعي كميزه اساسيه او مميزات اضافيه، فبتخليه ان هو يتشجع ويخليه يختارك انت ان هو يشتري منك الخدمه دي. والحاجه الثانيه فهمك للمميزات للمنتج او الخدمه بتاعتك. كل ما تبقى فاهم ايه المميزات القويه اللي بتحل المشكله عند العميل بتاعي والمميزات دي احطها في المنتج او الخدمه بتاعتي، كل ما كان الاوفر نفسه بقى قوي، كل ما خلاه هو يشتري المنتج او الخدمه بتاعتك. يعني على سبيل المثال انا بقدم مثلا خدمات تسويقيه، فانا عارف ان العميل انا عشان بعمل له اعلانات وهو عايز احقق له نتائج خليه ان هو يوصل للفئه المستهدفه بتاعته وكل الكلام ده كله، بس اكتشفت ان العميل محتاج حاجه هو استشاره مجانيه. استشارات مجانيه دايما توعيه وتخليه يفهم يعني ايه بيزنس، يعني ايه ماركتنج، يعني ايه ديجيتال ماركتنج، يعني ايه تراديشنال ماركتنج. فانا لما شفت حاجه زي كده بدات افهم واقول ان العميل محتاج دي اللي هتحل مشكله عند العميل. من هنا خدت الميزه دي وحطيتها في الاوفر بتاعي. في الوقت ده العميل لما جه يختار ما بيني ويقارن ما بيني وبين اي منافس تاني يختارني انا، عشان انا عندي ميزه اضافيه مع المنتج او مع الخدمه اللي انا بقدمها. الميزه دي هي بتحل مشكله عنده او بتسد احتياج عنده، فبالتالي بيختارني انا. دي على سبيل المثال. عشان كده الاوفر ليه اشكال كتير جدا، وهنتكلم عن اشكاله كتير في فيديوهات جايه، بس مهم جدا اعلان من غير اوفر هو ولا اي حاجه خالص، نتيجه صفر. ثالث سبب هو عدم وجود كرييتيف قوي. يعني ايه كرييتيف؟ كرييتيف هو الديزاين او الفيديو اللي احنا بنستخدمه في الاعلان بتاعنا. الكرييتيف الديزاين او الفيديو ده هو عنصر قوي جدا في الاعلان. دايما الاعلان بتاعي بيكون يعني بيوصل للفئه اللي انا عايز اوصل لها، وبيقنع الفئه بيا وبيخلي بيعمل كده، يعني بيصطاد الفئه بتاعتي من اول مره لما بيجي يعمل سكرولنج. هو عنصر الكرييتيف الديزاين او الفيديو. عشان كده بنقول الديزاين او الفيديو لازم يبقى الكواليتي بتاعه عالي، جودتها عاليه، يكون معبر عن الفئه بتاعتي، يكون العميل لما يشوف الديزاين او الفيديو يعمل له هوك، مصيده، صيد، يخليه يقف كده على طول الاعلان. فبالتالي انا كده بجذب اكبر فئه بتشوف الاعلان. بنيجي نشوف دايما ان المشاكل في الاستشارات بتاعتنا ان الاعلان ما فيش ناس كتير بتتفاعل معاه. بنيجي نلاقي ان الديزاين او الفيديو السي تي ار او الجزء اللي هو بيخلي نسبه الناس اللي تتفاعل مع
الديزاين او الفيديو بتاعي بتبقى قليله جدا. فدي بتبقى تقريبا هي اكبر واول مشكله العميل بيقع فيها ما بيجي يعمل اعلان، او اي معلن بيعمل فيها اعلان. عشان كده بنقول الديزاين او الفيديو مهم جدا تكون معبره عني انا ككواليتي، معبره عني عن العميل اللي انا بستهدفه. يعني العميل لما يشوف الديزاين او الفيديو يوقفه، نتكلم عنه، بيوصفه اكتر، بيخليه ان هو يبدا يفهم ايه هي الرساله التسويقيه بتاعتك اصلا، عشان يبدا بقى ان هو يخش في المراحل بعد كده، يشوف الاعلان بتاعك، يقرا الاعلان ويبدا ياخد الايه الاكشن او المراحل اللي انت عايزه ايه يمر بيها. فالديزاين او الفيديو هو مهم جدا. عشان كده بنقول الكواليتي مهم، وان انت الديزاين او الفيديو يعبر عن الفئه او الفئه اللي انت بتستهدفها مهم جدا جدا جدا. رابع سبب هو عدم وجود اختبارات للاعلانات بتاعتك. برضو دايما بنشوف ان اي حد بيعمل اعلان هو عايز يعمل اعلان وخلاص، اول اعلان ويشوف كده يا ترى هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب نتيجه، خلاص وشكرا على كده. هو شايف ان من وجهه نظره ان ده هيجيب نتيجه. طبعا ده اكبر خطا، لان في التسويق ما تفترضش. دايما في حاجات احنا بنبقى شايفين ان هي ممكن تحقق نتائج كبيره، بس لما تتحط على ارض الواقع وتنزل في الاعلان والعميل يشوفها ما تعجبوش. على العكس تماما في حاجات بنقول دي ممكن ما تجيبش نتيجه، بنلاقيها هي عملت نتائج كبيره جدا ويمكن تعمل ترند كمان. طيب هنا ده بيبقى بسبب ايه؟ ده بسبب ان انت ما ينفعش تفترض تسويقيا، ما ينفعش تفترض ده صح ولا غلط. احنا بيبقى عارفين الحاجات اللي جابت نتائج وبنبقى دارسين كويس جدا الحاجه اللي تجيب نتيجه، ولكن انا ما ينفعش اصرف فلوسي كلها. وده حال ناس كتير جدا بيجي يصرف فلوسه في الاعلان وما بيختبرش الاعلان. يعني ايه اختبر؟ يعني اختبر الديزاين او الفيديو بتاعي، اشوف يا ترى انهي ديزاين بيجيب نتائج اكتر، انهي فيديو بيجيب نتائج اكتر، اشوف الكوبي النص الاعلاني بتاعي انهي نص اعلاني مقنع اكتر، خلى الناس تحس اكتر بالكلام اللي انا بقوله، تفهم الخدمه بتاعتي، يحسوا ان انا اقدر اساعدهم بالمنتج او الخدمه بتاعتي. كل دي اختبارات. طبعا اختبارات برضو التارجتنج، انهي استهداف هو يجيب نتيجه اكبر. كل ده اساسه الاختبار، انت تختبر المحتوى بتاعك، الكونتنت بتاعك. والاختبار من مميزاته ان انت بتقلل التكاليف، فانت كده انت ما بتخسرش. يعني بنلاقي ان انت خلاص انا ببدا ان انا بعمل باختبارات بفلوس قليله، وده بيخليني اشوف انا ايه انهي محتوى بيجيب نتائج معايا اكبر، وانهي محتوى بيجيب لي تكاليف اقل او يديني تكلفه اقل. وده بيخليني انجح في الاعلان بتاعي بدل ما اصرف فلوسي كلها والاقي ان بيحصل مشكله والاقي ان ما جابش اي نتيجه. وده للاسف بيحصل لما العميل يقول لك انا عايز اعلان ويجيب نتيجه دلوقتي. مفيش حاجه كده او مفيش الكلام ده. انت لازم تعمل تيستنج، تختبر المحتوى بتاعك عشان في الاخر تعرف انهي محتوى هو جايب نتائج اكبر، تبدا ان انت بقى تشتغل عليه وتعمل سكيلينج. الاختبارات هو من اساس تميزك في التسويق. لازم تختبر المحتوى بتاعك عشان تتميز عن المنافسين بتوعك. السبب الخامس بقى وهو الاستعجال في النتائج. يعني عايز اقول لكم ان تقريبا دي اكبر مشكله كله بيقع فيها، وهو انا عايز نتائج. ايا كان بقى العميل بيضغط عليك هو بيبقى عايز نتيجه، او ايا كان انت لو انت نفسك بتعمل اعلان وتبقى عايز نتيجه اسرع. طيب ازاي هجيب نتيجه اسرع وانت لسه، لو انت بالذات لسه بتعمل اعلانات في الاول، تبقى عايز نتيجه اسرع؟ طب ازاي عايز نتيجه اسرع؟ ازاي هو الفيسبوك لسه ما فهمش العميل اللي انت بتستهدفه، لسه ما فهمش خدمتك، لسه ما فهمش المنتج بتاعك. عشان تجيب نتائج اسرع وافضل ده بيبقى مع الوقت ومع الاعلانات كتير، ومع ان الفيسبوك بيبدا يفهم العميل بتاعك والمنتج بتاعك والخدمه بتاعتك، ويعرف مميزاتك، فبيبدا يعرف بكل اريحيه وكل مره بيبقى اسرع من الثانيه. لما تعمل اعلانات اكتر بيخليك النتائج تبقى اسرع. ولكن في العموم دي مش القاعده الاساسيه. القاعده الاساسيه ان انا بفهم الفيسبوك مين العميل بتاعي، وده بيرجع عن طريق ان انا ببدا اعمل اعلانات مره واثنين وثلاثه وباستمرار لحد ما بيبدا يفهم العميل بتاعي. استعجالك في النتائج هو بيبقى اكبر مشكله، يعني ممكن تحقق لك خسائر كبيره جدا. اجي الاقي الاعلان شغال، نلاقي بعد يوم ولا يومين اوقف الاعلان، او بعد ساعه وساعتين اوقف الاعلان، اصلا مش جايب نتائج. ساعات الاعلان بيجيب نتيجه بعد الثالث او رابع او خامس او سادس يوم او سابع يوم كمان، ده طبيعي جدا. ويبدا يتحسن كل يوم، بيتحسن عن اليوم اللي قبليه. طب ده ليه؟ ده لان الفيسبوك بيبدا ان هو يودي الاعلان لجزء من الناس دول، ويودي الاعلان لجزء من الناس دول، ويودي الاعلان لجزء من الناس دول، ويبدا يشوف ويعرف، وكل يوم بيتحسن ويفهم مين العميل بتاعك. عشان كده كل يوم الاعلان بيتحسن عن اليوم اللي قبليه. عشان كده برضو بنقول ان الاعلان لازم مش اقل من 7 ايام، 5-7 ايام، عشان يبدا يفهم العميل ويجيب لك نتائج كبيره. ده زي ما يكون بالظبط المثال اللي انا دايما بضربه عندي برضو في استشاراتي، ان
لو انت عندك شركه وجبت موظف جديد، فالموظف الجديد انت تقعد تفهمه وتعرفه انت ايه نظام الشغل، وايه احنا بنعمل ايه هنا وما بنعملش ايه هنا. مستحيل يبقى الموظف ده اليوم الاول زي اليوم الثاني زي اليوم الثالث زي بعد اسبوع زي بعد شهر زي بعد سنه. مستحيل. الموظف في الاول هو مش فاهم حاجه، بيبدا يفهم ويعرف السيستم، لكن بعد كده بيبقى محترف ويفهم، والحاجه اللي كان بيعملها في ساعه بيعملها في نص ساعه. عشان كده اوعى تستعجل في نتائج اعلاناتك، واستمر. استمرارك في الاعلانات واستمرارك ان انت تعمل اعلانات اكتر ده بيخلي النتائج واحده واحده تتحسن. وصبرك للاعلان بتاعك ده مهم جدا، لان وارد برضه اكون انا بعمل اعلان النهارده والفئه اللي انا بستهدفها هي مش موجوده على اي منصه، ممكن يكون موجودين، هيبقى موجودين بكره، عشان كده النتائج ممكن تتحسن بكره او بعده او عشان كده بنقول استعجالك في نتائج الاعلانات هي تقريبا سبب كبير جدا من خساره البيزنس بتاعك وخساره اعلاناتك اللي انت بتعملها على اي منصه انت بتعملها. تاني السبب بقى هو عدم وجود نص اعلاني قوي، الكوبي بتاع الاعلان بتاعي. ليه لازم يكون، او ليه ان النص الاعلاني هو سبب من اسباب فشل الحملات الاعلانيه؟ ده لان النص الاعلاني ده هو اللي بيخلي العميل يقتنع بالكلام اللي انت بتقوله. يعني بمعنى صح، هو اللي لما باجي العميل خلاص هو يجي يقرا بقى الاعلان، بيشوف الكلام اللي انت بتقوله هو فعلا كلام بيحل المشكله اللي عنده، هو فعلا في حل عندك مش واخد باله منه، حل فعلا يخليه ياخد حل قوي فيما فيه الكفايه، يخليه ياخد الاجراء أو ان هو يبعت لك رساله، يعمل شوب ناو، يخش على الويب سايت بتاعك يشتري، يعمل يسجل في الفورم في الليد، ايا كان. النص الاعلاني هو سبب قوي جدا، ولازم انا اكون محترف في الحته دي. لازم النص الاعلاني يكون معبر عن المشكله اللي العميل بيعاني منها، لازم اكون كاتب الحل اللي هو يخليه خلاص بقى يريحه من المشكله اللي هو تعبان ودايما بيفكر فيها المشكله دي. لا خلاص انا جبت لك الحل. لازم يكون في اثباتات للكلام اللي انا بقوله في النص الاعلاني، فبالتالي النص الاعلاني ده هو اللي بيخليه بيفكر يا ترى الكلام ده صح، مقنع، قوي، او هاخد الاكشن اللي هو عايزه، ابعت له رساله او اخش اشتري ولا لا. كتير قوي بنلاقي ان ما في النص الاعلاني بيبقى نص صغير وما فيهوش تفاصيل، ما بتكلمش عن مميزات، ما بقنعش العميل بيا، وبنيجي في الاخر نلاقي ان الحمله الاعلانيه وحشه وما جابتش نتائج. هي ما جابتش نتائج عشان هو العميل اصلا ما اقتنعش بالكلام، ما لقاش الكلام اللي هو عايزه. العميل بيبقى عايز، بيدور على كلام، بيدور على حل للمشكله بتاعته، بيدور على كلام يقنعه. انت ما اقنعتنيش، فبالتالي انا مش هروح اشتري منك اكيد. عشان كده بنقول هي حلقه الوصل اللي بتخلي العميل بتاعك فعلا يقتنع بكلامك ويحقق يحس ان هو فعلا خلاص لقى الحل اللي هيغير له حياته. وده بيبقى موجود في النص الاعلاني، مش موجود في الميديا باينج ولا موجود في اي حاجه. عشان كده بنقول احترافك للنص الاعلاني هو تقريبا نجاح 90% من الاعلان بتاعك، 100% كمان مع التقدم الشديد والابديتس الكتير قوي بقت تقريبا هي 100% من نجاح الاعلان بتاعك. سابع سبب هو عدم وجود حملات اعاده استهداف، ريتارجتنج كامبينز. دايما اكتر مشكله الناس بتقع فيها، بعمل الاعلان ومنتظر يجي منه مبيعات، او منتظر ان يجي منه عائد بقى يخليني خلاص احس ان الاعلان ده جاب نتائج كبيره جدا. تظل ان تقريبا 3% بس من الناس بيشتروا من اول مره. امال ال 97% بيشتروا ازاي؟ 97% بيشتروا بعد كده لما انا بقعد اعمل اعاده استهداف ليهم، بعمل ريتارجتنج كامبينز. ودي ليها اشكال كتير وهنتكلم عليها في فيديوهات جايه كتير، بس مهم جدا تبقى فاهم عدم وجود اعاده استهداف لعميلك انت كده بتخسره اصلا، لان هو مش هيشتري منك من اول مره. انا ما اعرفكش عشان اشتري منك من اول مره، ده طبيعي جدا. ولكن انت لما بتعمل اعاده استهداف ليا بكونتنت مختلف، بديزاين مختلف، بفيديو مختلف، ده بيخليني ابدا ان انا ابدا بقى احتك بيك اكتر، اتفاعل معاك اكتر، ابدا اشوف انت فعلا كلامك صح، ابدا اقتنع بكلامك اكتر. اعاده استهداف هي الحاجه اللي بتخليك تبيع، وهي في نفس الوقت عدم او تجاهلك ليها هي سبب من اسباب فشل الاعلان بتاعك. وطبعا بيبقى ليها اشكال كتير، في ريتارجتنج ادز بقى، اعلانات انا بستخدم الاعلانات، او ببدا اعمل بقى ايه اشكال، ليها اشكال ثانيه اذا كان واتساب او اذا كان ايميل ماركتنج او اشكال ثانيه هنتكلم عليها في فيديوهات جايه. ولكن تاكد مليون في الميه لو انت عايز تبيع وعايز تحقق نتيجه كبيره في الاعلان بتاعك يبقى لازم تعمل اعاده استهداف، ايا كانت الطريقه بقى اللي انت تستخدمها في اعاده الاستهداف بتاعك. ما تنساش ان اعاده استهداف هو انت بتطبق عنصر الماركتنج وتبني علاقه ما بينك وما بين العميل، يبدا يشوف اعلانك مره واثنين وثلاثه ويبدا يقتنع بيك ويقتنع بالرساله التسويقيه
ويبدا يتفاعل معاك عشان في الاخر يوصل للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. يعني بمعنى صح، عدم استخدامك لاعاده استهداف هو كأنك بالظبط بتعمل بايدك او بتعمل فشل، انت اللي بتفشل الحمله الاعلانيه بتاعتك. عشان كده لو فكرت في الاسباب اللي انا قلتها، ولسه هعمل فيديوهات تانية جايه كتير عن اسباب كتير قوي هي بتؤدي لسبب فشل الاعلان بتاعك او الحمله الاعلانيه بتاعتك، لو فكرت كده في الاسباب دي هتلاقي ان الاسباب دي تقريبا بتندرج تحت 4 عناصر، وهو الماركتنج والكوبي رايتنج والكرييتيف والميديا باينج. عشان كده برضو مهم قوي اقول لك ان سبب فشل بشكل عام لحملاتك الاعلانيه هو تقريبا بسبب عدم احترافك وعدم استخدامك باحتراف لل4 عناصر دول، اللي هو الماركتنج والكوبي رايتنج والكرييتيف والميديا باينج. وفي نفس الوقت عدم فهمك للبيزنس وعدم استخدامك لاستراتيجيات البيزنس القويه. عشان كده مهم جدا ان انت تحترف ال4 عناصر دول وما تعتمدش على عنصر الميديا باينج، لان هو مش كفايه، وهو عشان اعمله كويس جدا وانشئه كويس جدا لازم اكون ال3 مراحل اللي قبليه عاملهم كويس جدا، فاهمهم كويس جدا، فبالتالي الاقي نتيجه للاعلان بتاعي. الاعلان هو ما الا وسيله نهائيه، اخر حاجه في 3 مراحل نستخدم فيها الماركتنج والكوبي رايتنج والكريتيف عشان نوصل للنتيجه الكبيره في الاعلان بتاعنا. وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسوش لو في اي مواضيع حابين ان انا اتكلم عليها ما تنسوش في الكومنت تكتبوها لي تحت، وما تنساش كالعاده لو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي والى اللقاء.